اتفرج بقى على اللقطه دي قبل ما المعيد يدخل ب5 دقايق. شايف ده؟ الحق موبايل دولة وقع في الميه، انزل هاته بسرعه. ايه ده يا نهار ابيض، انا موبايلي كده هيبوظ. ما تخافيش انا هجيبهولك. موبايلي هجيبهولك ما تخافيش. انت بتعمل ايه يا مجنون انت؟ اهو بس هو عايز ينشف عشان ما يبوظش. حطه في رز. مصطفى المعيد جاي. المعيد جاي والامتحان انا نزلت عشان اجيب التليفون. معلش يا عم الحبيب، ايه المنظر اللي انا شايفه ده؟ وايه القرف ده؟ انت بترعى، اطلع لي بره. انا كان التليفون بتاعها وجع وكنت بجيبه. حاضر. طب اطلع احنا مش في ترعى. انا من غير ما تتكلم، انت محروم من امتحاناتك وتطلع بره دلوقتي بقرفك ده. انا كنت اطلع بره من غير نقاش. دكتور بيقول لي في سمك في البول. انا مش عايز كلام. حاضر امسكي تليفوني. بس انا والله نزلت عشان التليفون. انت كذاب، كنت شايف انا قلت مش عايز كلام، يلا اطلع بره. يلا يا حلو، خلي السيشن ينفعك، ده عايز اصورها. يا دكتور انا قلت لك كان بيجيب لي الموبايل بتاعي. وانا المفروض مطلوب مني اني اصدقك. طب خلاص خرجنا انا من الامتحان وخليه هو يدخل مكاني. كلمه كمان وهتطلعي معاه. دكتور انت عارف كانت بتقول له ايه؟ لو كان معايا مايو كنت نزلت معاك. 3 دقايق على الامتحان، يلا يا جدعان. يلا عشان يا دوب تلحقوا. احمد حقك عليا، معلش انا اسفه. اسف على ايه؟ المهم تليفونك بيجي كويس. المهم الامتحان يا احمد، انت ما دخلتش الامتحان بسببي. اعمل ايه؟ المهم ان انت تنجحي. انا اول ما عرفت ان هو تليفونك انت نزلت الميه، لكن والله انا لا شفت سمك ولا اي حاجه زي ما مصطفى بيقول. انا زميلهم ما بيحبونيش ليه؟ برضو قطع لي القميص في مره وعايرني في شغلانه ابويا وقال لي يا ابني الجزماتي عشان كنت جايب لك الورق. والمره الثانيه خلاني اتطردت بره الامتحان وممكن اعيد فيها السنه. تخيل ان انا ما نمتش بقالي يومين ولا ما حطيتش لقمه في بوجي عشان خاطر بذاكر للامتحان. انا عملت لهم ايه؟ انا صاحبهم، ذنبي اني يكون ابويا جزماتي. انا ما اتولدتش عشان خاطر انا عيلت كده، وما اخترتش ان انا ابقى وسط ناس نضيفه. ده مش ذنبي، مش ذنبي ان انا ما عرفتش اختار صحابي، ما عرفتش احب، ما عرفتش اطلع اي حاجه جوايا.